من تلميذ صغير في مدارس القاهرة لزائر لبلاط نابليون في فرنسا، ثم حاكم يتوج بلقب سلطان مصر. السلطان حسين كامل، قصة هتحكي لنا فصل جديد من تاريخ مصر. اتولد السلطان حسين كامل في القاهرة يوم 21 نوفمبر سنة 1853. ابتدى تعليمه في مدرسة أنشأها والده في قصر المنيا، هناك اتعلم القراية والكتابة ومبادئ العلوم، وبعد كده اتنقل بين كذا مدرسة في القاهرة واسكندرية. سنة 1868 سافر السلطان حسين كامل لباريس وقعد في بلاط نابليون الثالث، وكان بيتربى هناك على إيد كبار المعلمين، حتى معلم الفروسية الخاص بالإمبراطور نفسه كان بيعلم. وبعد سنة رجع مصر وقت افتتاح قناة السويس، وكان وقتها مرافق للإمبراطورة أوديني مرات نابليون في رحلة الصعيد. بعدها رجع باريس يكمل دراسته، وبعدين اتبعت في مهمة دبلوماسية لإيطاليا لحد ما رجع لمصر سنة 1870. وسنة 1872 بقى مفتش عام على أقاليم الوجه البحري والإبلي، وخلى ديوانه في طنطا، وهناك اهتم بالفلاحين والزراعة لدرجة إن الناس لقبوه بأبو الفلاح أو أمير الجناينية. مسيرته بقت مليانة مناصب، مسك وزارة المعارف والأوقاف والأشغال، وبعدها الداخلية والجيش والبحرية والمالية. وفي عهده مصر توسعت جنوباً لحد خط الاستواء، وكان ليه إنجازات كتيرة، منها إنه أنشأ ترعة الإبراهيمية اللي روت أسيوط والمنيا وبني سويف، وترعة الإسماعيلية اللي أحيت مدينة الإسماعيلية وبورسعيد. أنقذ كمان القاهرة من فيضان النيل سنة 1874، ومد خط السكة الحديد من حلوان للقاهرة سنة 1877. اهتم جداً بالتعليم، صرف مكافآت للمتفوقين، وافتتح أول مدرسة للبنات في مصر وهي مدرسة الثانية سنة 1873، وبعدها أسس مدارس عسكرية وصناعية. كمان ساهم في الجمعيات الخيرية ونشر التعليم بين الفقراء. وفي الاقتصاد والزراعة أسس الجمعية الزراعية سنة 1898 اللي كانت نواة لوزارة الزراعة المصرية بعد كده، وعمل أول المعارض الزراعية في مصر اللي بقت معارض زراعية صناعية ضخمة بعد كده. اتولى السلطان حسين كامل العرش يوم 19 ديسمبر 1914 بعد ما اتخلع ابن أخوه عباس حلمي الثاني لما الإنجليز أعلنوا الحماية على مصر، ومن يومها بقى أول حاكم مصري يتضرب اسمه على عملة. استمر حكمه 3 سنين بس، لكنه ساب أثر كبير في الزراعة والتعليم والنهضة الاقتصادية لحد يومنا ده. وفي يوم 9 أكتوبر 1917 توفاه الله. وبكده تكون انتهت رحلة السلطان حسين كامل، 3 سنين بس على عرش مصر، لكنها مليانة إنجازات في الزراعة والتعليم والصناعة. حاكم غاب بالجسد سنة 1917، لكن بصماته لسه عايشة في صفحات التاريخ.